عشائر محافظة صلاح الدين أبدت ترحيبها بدعوة رئيس الوزراء للقيام بانتفاضة ضد عصابات داعش الإرهابية، في وقت أعلنت فيه حكومة المحافظة افتتاح مراكز تدريب لأبناء العشائر لمساندة الأجهزة الأمنية. يبدو أن دعوة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لانتفاضة عشائرية ضد إرهابي داعش قد لاقت ترحيبا وتأييدا كبيرا من قبل عشائر محافظة صلاح الدين، لا سيما وأن تلك العشائر أكدت على دعمها ومساندتها للأجهزة الأمنية في مقاتلة العصابات الإرهابية. اليوم علينا أن نتحد كعشائر من كل مناطقنا لطرد داعش من جميع أراضي العراق. احنا اليوم العشائر وقفنا وقفة رجل واحد ضد داعش، ونشد على ايدي الاجهزه الامنيه، وان شاء الله نطهر العراق من دنس الارهاب داعش الغرباء الجونه. هذا العدو لا يستهدف عشيره بعينها ولا يستهدف مذهب بعينه، هذا العدو يستهدف العراق كله، وما واجب علينا الا ان نقف وقفه رجل واحد في محاربه هذا العدو، وهذا العدو قد انكسر على ارض الضلوعيه وسينكسر في كل المناطق. الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أكدت على دعمها ومساندتها للعشائر المنتفضة ضد الإرهاب، مبينة افتتاح العديد من مراكز استقبال المتطوعين من أبناء العشائر والحشد الشعبي من أجل تدريبهم على مقاتلة الإرهاب ومساندة الأجهزة الأمنية. ندعو وندعم كافة المتطوعين للقتال ضد تنظيمات داعش الإرهابية. اليوم لدينا معسكرات في سامراء ومناطق تجمع في الدجيل وفي بلد للمتطوعين والمنخرطين ضمن تنظيمات الحشد الشعبي الخاص بمحافظة صلاح الدين، والذين سوف يشاركون إن شاء الله القطاعات والحشد الشعبي في تحرير بقية المناطق. علينا الجميع أن نحذو حذو الضلوعية، أن نقاتل على الأرض، أن نحرر مناطقنا كلها. طبعا أيضا نشكر المرجعية في الفتوى. المرجعية عندما أعطت الفتوى حافظت على راية العراق. الموقف البطولي لأبناء العشائر والمساند للأجهزة الأمنية في عموم محافظات العراق ساهم بتحقيق الانتصارات وتحرير العديد من المناطق من فلول إرهابي داعش. من محافظة صلاح الدين، مصطفى أحمد، العراقية نيوز.